ان اولا محمود عبد الرازق اصلا ما كانش عايز يسافر. دي حاجه، هو ما كانش عايز يسافر من الاول اصلا يعني، بعد الكلام مع مجلس الاداره والجهاز الفني، لان اولا الراجل مش عايزه. الراجل مش عايزه. ده على الكلام ده على مسؤوليته الشخصيه، والراجل مش عايزه. ده شيء طبيعي، رؤيه جهاز فني ورؤيه مدير فني، عايز يشوف الافضل بالنسبه له، عايز يبقى بالنسبه له ايه الاصلح. محمود عبد الرازق اول ما سافر عايز يلعب اساسي، فطبيعي انا كمدير فني مش هلعبك. يعني حتى موضوع الاصابه ده انا مش مقتنع بيه، يعني ايه شاط الهوا يعني؟ يعني اصل يعني ايه شاط الهوا؟ أنا مش فاهم يعني، اصابه غريبه. هو في اللي بيشوط الهوا بيجي له شد؟ ما اعرفش، ما هي شد يا مزق. شد دي غريبه شويه. فهو عايز يلعب المباراه، الضغط الجماهيري والضغط الاعلامي وكلمه الاساطير وكلمه الكلام اللي نازل لي دوت على السوشيال ميديا، فعايز يلعب. فطبيعي الراجل بيفكر في مصلحه الفرقه، تواجده في الملعب